هتغلط او هتشتم ده تمامك. المرحلة او الجزء الثامن من اللي اوله شرط تشطيب الكهرباء. اولا عايزك تخلص تشطيب الكهرباء قبل ما تبتدي السيراميك، معلش عشان لو في حاجه عايز تتعدل، حاجه ظهرت معانا، خرطوم سد، اي حاجه نظبطها. لازم تبقى عارف عندك كام سبوت وكام متر ليد بروفايل وهيركبوا فين، وتكون مظبط اماكن النجف والاباليك. وهتتفق مع الصنايعي على الاتي: تقول له هجيب لك اكياس سندوتشات كده، بحيث ان هو لما يركب الشاسيه بالزراير او السبوت هيحطهم في الكيس ويقفل عليهم بشريط لحام. وهو بيشطب اللوحه قول له الاتي: زراير اللوحه تركب بترامل، والسبوتات تركب بروزيتات، ولازم يبقى مظبط لك اللوحه بطريقه نظيفه ومقفز السلوك كلها بشكلها شياكه كده زي دي، عشان لو عوزت تعمل شغل بعد كده يبقى الدنيا واضحه قدامي. وتتفق معاه ان في زياره لينا في الاخر هيجي يكبس فيها السبوتات في السقف ويربط الشاسيهات ويراجع على الشغل كله. لو عندي نجف واباليك يبقى يركبه، بس ابقى قايل له عليه من الاول برضه عشان يبقى قايل لي السعر، وهبقى مبقي رقم مقابل التقفيله الاخيره دي. وفي حاجه عايز اقولها: انا مش مجبر ان انا اعمل الفيديوهات دي، وفي نفس الوقت حضرتك عندك موبايل وعندك كاميرا تقدر تعمل فيها الفيديوهات اللي انت عايزها، واكيد عندك صفحة، وانا بحاول على قد ما اقدر افيد الناس، مش بحاربك. محدش اصلا يقدر يحاربك في رزقك. فلو عندك كلمة عدلة عايز تسيبها في الكومنت اتفضل. هتغلط او هتشتم ده تمامك. سلام عليكم.